السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديما تيفي الإخبارية. اليوم جبنا لكم واحد القضية ديال واحد العائلة اللي كتكون من الأب والأم وجوج ديال الوليدات. الولد البكر تقريبا كتراوح العمر ديالو بين 13 سنة حتى ل 14 سنة، والابن الثاني اللي كتراوح العمر ديالو تقريبا بين 5 سنوات حتى ل 6 سنوات. هاد جوج الوليدات هادو كيقراو في واحد المدرسة اللي كتبعد بعيدة على المكان السكنة ديالهم تقريبا بشي 2 كيلومتر على المكان فاش كيسكنوا. واحد النهار هاد جوج الوليدات غاديين مع الصباح الباكر مع تقريبا شي 7:30 غاديين للمؤسسة باش يقراو. دخل هاد جوج وليدات المؤسسة، الدري البكر وصل الاخ ديالو الاصغر للقاعة فاش كيقرا، عاد مشى الولد البكر للقاعة فاش كيقرا هو. من بعد قراو كملوا الحصة ديالهم، جويه ديك 12 خرج الولد البكر باش يتسنى الاخ ديالو الصغير في الساحة واحد شوية تقريبا شي 5 دقائق حتى 10 دقائق هو كيتسنى في هذيك المؤسسة. شاف الاخ ديالو ما خرجش من الحجرة. من بعد هاد الدري هذا البكر مشى لهاد القاعة ديال فاش كيقرا الاخ ديالو الاصغر. كيمشي كيلقى بلي راها القاعة فارغة ما فيها حتى شي واحد. خرج هذا الولد هذا مشى عند الحارس ديال هاد المؤسسة وكيقول ليه باللي راه الاخ ديالي كيقرا في البلاصه الفلانيه والحجره الفلانيه. كيقول ليه الحارس باللي راه المعلمه ديالهم او المعلمه ديالهم خرجتهم باكرا تقريبا بشي 10 دقائق حتى 4 ساعة قبل الوقت المحدد لهم. هاد الدري البكر كتراوح كيقول مع راسو باللي راه حيت خرج الاخ ديالو الاصغر راه غادي يكون اتجه الى المنزل مباشره. فعلا هاد الدري هذا الاكبر مشى نيشان للدار، حيت مشى للدار دخل للدار كتقول ليه الوالده ديالو فين راه اخوك الصغير. قالت له حيت راه قال لها حيت خرجت انا من المؤسسه راه تسنيته قدام الساحه وما خرجت، حيت علمت الحارس ديال المؤسسة قال لي بلي راه خرجتهم الأستاذة ديالهم تقريبا شي 10 دقائق أو 4 ساعة. الأم ديال هاد الدري هذا تشوشت على الولد ديالها وخرجت لعند الجيران كتسول الجيران ديالهم ربما يكون كيلعب أو مشى مع شي دري اللي كيسكن حداهم تما مع عندهم تما في الجيران ديالهم كاينين الولاد الصغار كيلعب معاهم كيمشي معاهم كيقراو مع شي وحدين. بدات كتسول هاد الجيران هادو حتى شي واحد ما عطاها شي معلومه اللي كتوصل ليها هي. اي دار دقات عليها كتقول لها باللي راه ما عنديش ما شفتوش او هاد الام هادي تشوشت على الولد ديالها، علمت الزوج ديالها باللي راه الولد ما جاش للدار. هاد الاب هذا مشى رجع للمؤسسه باش يعلم هاد الناس هادو الى عندهم شي كاميرات او ما لقى حتى شي كاميرا. علم المدير باللي راه الولد ديالو ما رجعش للدار. هاد المدير هذا علم الحارس ديال سميتو قال له باللي راه خرج من المؤسسه مع الساعه الفلانيه من تما ما عاودش شفتو. فعلا خرج هاد الاب هذا من المؤسسه ومشى نيشان عند الدرك الملكي اللي كيقول لهم باللي راه عن الاختفاء ديال الابن ديالهم اللي كيتراوح ما بين 5 حتى 6 سنوات.